نسيت احط لبن. في كهرباء حصلت، ما اعرفش ليه. بيو 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 بيو. بقول لك يا مانجو، يا عم ما بالراحه يا عم، اخلص. طب ما تدخلنا بقى عالم المزاج والقهوه، بس الصراحه كده عايز اشرب ستاربكس بس مكسر. ما تروق علينا بحاجه كده يا مانجو. يا عم ستاربكس مين ده؟ حتى اكله ما يتاكلش، والبيتزا عنده عباره عن عجينه وعليها بواك. لا يا ماما قصدي لا يا مانجو، ده ستاربكس ده بتاع قهوه. ايه قهوه؟ طب ما انا عارف على فكره. تعال اقول لك ازاي عملت ستاربكس في البيت. هل علشان تشرب ستاربكس لازم تدفع 50 او 60 او 70 جنيه؟ اكيد طبعا لا. مع المانجو هتشرب كوبايه ستاربكس ب 100 جنيه. النهارده انا هعمل لكم ستاربكس في البيت، بس اكيد طبعا مش هعمل لكم ستاربكس عادي كده، لازم اعمل مقارنه ما بين حاجتين. فهعمل كوبايه بلبن عادي وكوبايه تانية بلبن اسمه لبن اللوز، وهو ده اللي مخلي الكوبايه ب 100 جنيه. ده لبن تركي اسمه البرو. سريعا كده يعني ايه فكره لبن اللوز؟ هو الحقيقي ان ده مش لبن ولا حاجه، هم بيقولوا عليه لبن اللوز لان هو شكله وقوامه شبه اللبن، لكن هو بيتعمل عن طريق ان هم بينقعوا اللوز لفترات طويله وبعد كده بيطحنوه، وبعد ما بيطحنوه بينزل منه سائل شكل اللبن. ففي بعض الناس بتستخدمه اللي ممكن يكون عندهم حساسيه من اللاكتوز او حساسيه من المنتجات الالبانيه. ايوه يا مانجو، بس ايه اللي جايبه معانا في الحلقه النهارده؟ اللي جايبه معانا في الحلقه كوبايه القهوه اللي مرسومه بره، مكتوب عليه من بره باريستا، ده معناه ان هو بيستخدم في منتجات القهوه وبيدي منتج جامد. ده غير ان في واحد صاحبي ابن حلال قال لي يا مانجو انت لو جبت اللبن ده وعملت بيه نسكافيه او كابتشينو او لاتيه هيطلع معاك زي ستاربكس بالظبط. يلا نعمل 2 وايت موكا جامدين. لايك شاي بقى عشان الفيديو يطلع فوق، وقول لي شايف ايه في الصوره اللي قدامك دي، واستنى لاخر الحلقه عشان اقول لك حاجات مهمه عن نفسك. يلا ننزل بالعده بقى. طبعا عشان التجربه تكمل لازم اجيب كوبايه ستاربكس، حاجه كده في الرايق. انا هدلعك. بنحط بمقدار الكوبايه دي تلج. جبنا التلج بسيطه جدا. هندوب بقى النسكافيه. هنجيب كوبايه وهنجيب نسكافيه كلاسيك عادي خالص، معلقه 2 شويه ميه. اسمع بقى، يلا هوب. خلاط الشقي. هننزل بالتلج. نسكافيه. انا جايب بقى صوص الوايت موكا، ننزل بالصوص. هتحط صوص بقى على حسب ما انت بتحب السكر. اقفل كده وسمعني. بعد ما ضربنا ضربه هنحط بقى ربع كوبايه لبن. نكمل. نزين بقى الكوبايه بشويه وايت موكا كده. انا بدات اتفائل. انزل لي كده يا باشا، وانا حاسه خفيف شويه، بس ده مش هيمنعني ان انا جايب لك بقى شويه فوم. ندلع بقى. يا نهار ابيض يا جدعان، ده منظر سينمائي. شويه وايت موكا من فوق. سينما. هو الصراحه خفيف شويه. يلا بينا بقى على لبن اللوز عشان نقارن. هنعيد نفس الخطوات تاني بس بلبن اللوز. يلا بينا. كوبايه تلج، معلقتين نسكافيه. ثانيا انا هزود نص معلقه، والمره دي انا هقلل الميه. اسمع كده تمام قوي. ننزل بالتلج، نسكافيه، لبن اللوز. هنحط ربع كوبايه من لبن اللوز. لونه كريمي شويه مش ابيض ابيض، انا عندي فضول ان ادوق لوحده الصراحه. في كهرباء حصلت، ما اعرفش ليه. هو خفيف وفيه طعم لوز جدا، ما هو اكيد لبن لوز يعني. بعد ما نزلنا بلبن اللوز ننزل بالصوص الوايت موكا بتاعنا. بيو 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 بيو. سمعني بقى. ننزل لي في الكوبايه. هو الفكره في الموضوع عشان تاخد قوام تقيل التلج لازم يتضرب جامد، فالخلاط اللي عندك لازم يبقى اكس. الفوم. بيو. نزين من فوق. والصراحه ده شكله سينمائي اكتر. نقارن بين الاتنين بقى. دي اللي معموله باللبن العادي ودي اللي معموله بلبن اللوز. اللي معموله بلبن اللوز تحس شكلها سينمائي اكتر. هو قريب بس مش ستاربكس الصراحه. بس هنا المايه كانت عايزه تقل شويه، مش عشان انا اللي عامله هضللك، انا هنا زودت المايه شويه فبقى خفيف. تعالوا ندوق اللي بلبن اللوز. هو ده طعمه تحسه غني اكتر. طعم اللوز على الوايت موكا مع القهوه عامل شغل الصراحه. بس نصيحتي لو هتجرب المشروب ده قلل الميه جدا، ولازم الخلاط عندك يكون قوي قوي عشان يفرم التلج ويطلع القوام مظبوط اكتر من كده. فخلاصه التجربه دي، الكوبايه اللي معموله باللبن العادي تكلفتها مثلا نقول كام يعني 15 جنيه. الكوبايه اللي بلبن اللوز تكلفتها معديه ال 50 60 جنيه. يعني الخلاصه لو انت هتعملها بلبن اللوز لا انزل اشربها في ستاربكس او لكن انا هجربها مره كمان باللبن العادي، بس هستخدم خلاط اقوى وهقلل ميه شويه. بس كده دي كانت خلاصه التجربه. لو عجباكم فكره التجارب دي قولوا لي وانا بهركم. لكل المانجو لافرز واللي لسه ما عملوش لايك او فولو او سبسكرايب، اكيد محتاج تعمل ده دلوقتي دعما لحبيبك المانجو. سلام.